السلام عليكم. زي ما هو واضح من عنوان الفيديو احنا هنتكلم بشكل اساسي عن الجلايكوليسيس، ولكن عايز اوضح حاجة مهمة جدا في بداية الفيديو ده. ايا كان السبب اللي انت جيت فيه الفيديو عشان تدرس الجلايكوليسيس فهو هيفيدك، سواء كنت بتدرسه كجزء من الهيومن فيسيولوجي او حتى البلانت فيسيولوجي وكمان الكربوهيدرات ميتابوليزم في البايوكيمستري، فالفيديو ده ان شاء الله هيفيدك. ففي الفيديو ده احنا هنشرح الجلايكوليسيس بطريقة مش هتخليك ان شاء الله محتاج اي حاجة فيها. واحنا في القناة بنتكلم عن البلانت فيسيولوجي فهو هنا كجزء من البلانت فيسيولوجي، ولكن زي ما وضحت لك مش هيفرق السبب اللي انت جيت فيه عشان تتفرج عن الجلايكوليسيس. فصلي على النبي وخلينا ما نطولش ونبدأ في الفيديو على طول بعد المقدمة. بسم الله، ركز معايا. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الفوتوسينثيسيس كجزء من البلانت فيسيولوجي، وقلنا ان احنا بنستخدم اللايت انرجي مع الكربون دايوكسيد والH2O عشان ننتج الاورجانيك مولكيولز اللي النبات بيستفاد بيها والاكسجين. ففي عملية السيلولار ريسبيريشن بيحصل العكس، الاورجانيك مولكيولز مع الاكسجين بيستخدموا لانتاج ال ATP بشكل اساسي، وفي نفس الوقت بنحصل على الH2O والكربون دايوكسيد. فاللي هتلاحظوا ان عملية الفوتوسينثيسيس والسيلولار ريسبيريشن معاكسين لبعض. فتعال نبدأ بالسيلولار ريسبيريشن. السيلولار ريسبيريشن بيحصل في 3 خطوات اساسيه. خطوه الجلايكوليسيس واللي بتحصل في السيتوبلازم واللي احنا هنتكلم عنها النهارده، وتاني خطوه هي السيتريك اسيد سايكل او المعروفه بالكريبس سايكل، واخيرا الاوكسيداتيف فوسفوريليشن او الالكترون ترانسبورت تشين. واحنا موضوعنا النهارده زي ما وضحنا هو الجلايكوليسيس. فتعالى زي ما احنا متعودين نعرف يعني ايه اصلا جلايكوليسيس. جلايكو جاية من الجلوكوز واللي هو مركب من 6 ذرات من الكربون. لايسيس زي ما احنا برضو متعودين معناها تحلل، ولكن في الحالة دي هنسميها سبليتنج. فهنا الجلايكوليسيس معناها ان الجلوكوز بيحصل له سبليتنج ل2 مولكيولز كل واحد فيهم من 3 ذرات من الكربون، والمركب ده بنسميه البيروفيت. فعملية الجلايكوليسيس في الاخر بتطلع لنا 2 مولكيول من البيروفيت، والبيروفيت هو البيروفيك اسيد. طيب احنا كده عرفنا هدف عملية الجلايكوليسيس. خلينا برضو نعرف ان هي بتحصل في 10 خطوات على مرحلتين اساسيتين. اول مرحلة بنسميها الانفستمنت فيز، وتاني مرحلة البي اوف فيز. مرحلة الانفستمنت فيز بتاخد من الخطوة رقم 1 ل5، والبي اوف فيز من المرحلة 6 لحد 10. طيب يعني ايه انفستمنت فيز؟ معناها مرحلة الاستثمار. فمعنى كده اللي احنا هنستثمر حاجة في الخلية عشان نحصل على عائد اكبر، والحاجة اللي احنا هنستثمرها هنا هي ال ATP. ففي مرحلة الانفستمنت فيز بنستخدم 2 من ال ATP عشان نحصل في البي اوف فيز على 4 من ال ATP و2 من الناد H. فاحنا بدأنا ب 2 ATP ولكن حصلنا على 4 ATP وكمان 2 من الناد H اللي بعد كده بيستخدم لإنتاج ATP أزيد. دي كده نظرة عامة جدا عن الجلايكوليسيس. تعالى الوقت نبدأ نفصل في كل مرحلة فيهم على البورد مع بعض. طيب بسم الله نبدأ بقى في مرحلة الانفستمنت فيز. وزي ما احنا عارفين الجلايكوليسيس بشكل أساسي على الجلوكوز. فأول حاجة احنا عندنا بره السيل ممبرين الجلوكوز. فأول حاجة لازم تحصل اللي احنا ندخل الجلوكوز لجوه الخلية، لأن زي ما احنا عارفين اللي عملية الجلايكوليسيس بتحصل في السيتوبلازم، وده بيتم عن طريق ترانسبورترز موجودة في السيل ممبرين واللي اسمها الجلوكوز ترانسبورترز، والاختصار بتاعها بيكون الجلوت أو الجلوكوز ترانسبورترز. الترانسبورترز دي بتكون أنواع وهنتكلم عنها إن شاء الله في آخر الفيديو، ولكن دلوقتي خلينا نشوف إيه اللي هيحصل للجلوكوز بعد أما دخل لجوه الخلية. أول خطوة حصلت زي ما أنت ملاحظ اللي عندنا ذرة الجلوكوز اتضاف لها جزيء من الفوسفات. ففي الخطوة رقم 1 في فوسفات اتضاف للجلوكوز، فمعنى كده ان المركب اللي هنحصل عليه هو الجلوكوز 6 فوسفات، والبي هنا اختصار للفوسفات. طيب ايه بقى الانزيمز اللي مستخدمة في الخطوة رقم 1؟ هقول لك معلومة. اي مرة هتلاقي ان في تفاعل اضاف ذرة فوسفات فيه، فهيكون الانزيم اللي مستخدم عندنا بشكل اساسي هو الكاينيز، والمعلومة دي هتفيدنا الوقت اكتر من مرة. يبقى كده اسم الانزيم اللي مستخدم في الخطوة الاولى هيكون الكاينيز، ولكن اسمه ايه بالتحديد؟ اسمه بالتحديد الهكسوكاينيز، والهكسو هنا معناها 6، واسمه هكسوكاينيز لأن الجلوكوز متكون من 6 ذرات من الكربون. العملية دي بالتحديد ممكن تحصل بإنزيم تاني واللي اسمه الجلوكوكاينيز. طيب ايه الفرق بين الهكسوكاينيز والجلوكوكاينيز؟ الهكسوكاينيز هو إنزيم عام موجود في كل الخلايا، بينما الجلوكوكاينيز ما بيكونش موجود غير في الليفر سيلز، بيكون موجود في خلايا الكبد فقط. فاحنا كده دلوقتي عرفنا اسم الانزيم اللي مستخدم في الخطوة رقم 1، واللي عرفنا ان هو الهكسوكاينيز. طيب ايه هي
المتفاعلات التانية اللي داخلة في الرياكشن ده. لو لاحظت فاحنا حصلنا على ذرة فوسفات، فمعنى كده اللي لازم نضيف فوسفات في الرياكشن. وهنا هيجي دور أول ATP في الانفستمنت فيز اللي بنستخدمه في الخطوة رقم 1 عشان يعطي ذرة الفوسفات بتاعته للجلوكوز ويبقى جلوكوز 6 فوسفات. فالATP هيتم استخدامه لإنتاج الADP زائد الفوسفات. فاحنا كده خلصنا الخطوة الأولى اللي احنا حصلنا على الجلوكوز 6 فوسفات. فتعال نشوف الخطوة التانية هيحصل فيها ايه. لو انت لاحظت هتلاقي اللي برضو بعد الخطوة التانية لسه معانا مركب من 6 ذرات من الكربون وفيه ذرة فوسفات. فهل ده برضو الجلوكوز 6 فوسفات؟ في الحقيقة لا. وعشان نعرف ايه اللي حصل بالتحديد تعال نرسم الاستراكشر بتاع كل مركب من دول. فنبدأ بالجلوكوز 6 فوسفات. فتعال نرسمه سوا وبالمرة تكون عرفت بترسم ازاي. لحد كده لو حطينا هنا H يبقى ده الجلوكوز، ولكن عشان هو جلوكوز 6 فوسفات فعند الكربونة رقم 6 بنحط ذرة الفوسفات. فده هنا الاستراكشر بتاع الجلوكوز 6 فوسفات. تعال دلوقتي نرسم المركب التاني. زي اللي فاتت لو احنا حطينا هنا الهيدروجين يبقى ده اسمه الفركتوز، ولكن احنا عندنا ذرة فوسفات عند الكربونة رقم 6 فهنسميه الفركتوز 6 فوسفات. يبقى احنا هنا عرفنا اللي في الخطوة رقم 2 حصلنا على مركب جديد واللي اسمه الفركتوز 6 فوسفات. طيب ايه الفرق في الاستراكشر ما بين ده وده؟ لو لاحظت هتلاقي الاتنين فيهم 6 ذرات كربون. كل اللي حصل ان الجلوكوز اتحول للايزومر بتاعه وهو الفركتوز، وزي ما انت عارف الايزومر هو مركبين عندهم نفس عدد الذرات من الكربون ولكن مختلفين في الاستراكشر. فاللي حصل في الخطوة رقم 2 عملية اسمها الايزومرايزيشن، وده اللي هياخدنا لاسم الانزيم واللي هيكون الايزوميريز، واللي هيكون اسمه بالتحديد الفوسفو هيكسو ايزوميريز. الفوسفو عشان عندنا ذرة فوسفات، وهيكسو عشان زي ما تعودنا اللي هو 6 ذرات، وايزوميريز عشان وضحنا ان العملية رقم 2 بيحصل فيها ايزومرايزيشن. يبقى احنا كده عرفنا ان الخطوة رقم 2 حصلنا فيها على الفركتوز 6 فوسفات، واسم الانزيم زي ما اتفقنا هيكون الفوسفو هيكسو ايزوميريز. جميل. الخطوة رقم 3. الخطوة رقم 3 مهمة ومميزة لأنها خطوة irreversible، وده معناه إن الرياكشن ماشي في اتجاه واحد. فتعال نركز إيه اللي حصل ما بين الفركتوز 6 فوسفات والناتج اللي احنا حصلنا عليه. هنلاحظ اللي بقى عندنا ذرة فوسفات زيادة، فبالتالي المركب بتاعنا هيكون اسمه فركتوز 1 و6 بيز فوسفات. وتعالى كده نعرف يعني إيه بيز أصلا في جنب كده. لو قدامك مركب من 3 ذرات من الكربون وعليه ذرتين فوسفات، واحدة على رقم 1 وواحدة على رقم 3، ساعتها بنسميها بيز فوسفات، وده بيدل على ان كل ذرة فوسفات على ذرة كربون مختلف. اما في حالة ان كان ذرتين الفوسفات على نفس ذرة الكربون فبالتالي بنسميه باي فوسفات. ده ببساطة الفرق بين مصطلح بيز وباي عشان تكون على علم بيه وكمان تاخد بالك في التسمية. طيب جميل، ايه اسم الانزيم اللي احنا استخدمناه في الخطوة رقم 3؟ لو انت لاحظت هتلاقي اللي احنا اضفنا ذرة فوسفات، ولو فاكر من كلامي قلنا اي مرة بنضيف فيها ذرة فوسفات فاحنا عندنا انزيم اسمه كاينيز. يبقى هنا تاني مرة هنشوف انزيم الكاينيز في التفاعل. اللي كان في الخطوة رقم 1 كنا بنسميه الهكسوكاينيز لان الجلوكوز كانت 6 ذرات كربون. ونفس الحاجة لو جينا نبص للفركتوز 6 فوسفات فبنفس الفكرة هنسمي الانزيم المرة دي الفوسفو فراكتوكاينيز. فوسفو عشان الرياكتنت بتاعنا وهو الفركتوز 6 فوسفات فيه ذرة فوسفات، وفراكتو لانه فركتوز، وكاينيز زي ما اتفقنا عشان في عملية نقل للفوسفات. يبقى هيكون اسم الانزيم بتاعنا الفوسفو فراكتوكاينيز. وزي ما في الخطوة رقم 1 ضفنا ذرة فوسفات، هنا في الخطوة رقم 3 في ذرة فوسفات زيادة اتضافت للناتج. فمعنى كده اللي احنا هنحصل على ذرة الفوسفات دي من جزيء تاني من ال ATP وهيتحول لل ADP زائد الفوسفات. يبقى احنا لحد دلوقتي استخدمنا 2 من ال ATP، واللي احنا وضحنا في البداية ان هم دول ال ATP اللي هنستخدمهم في الانفستمنت فيز. يعني خلاص كده في مرحلة الجلايكوليسيس كلها ما قلناش هنستخدم ATP، استخدمناه بس في الخطوة رقم 1 وفي الخطوة رقم 3. اللي هيحصل في الخطوة رقم 4 هي ان الفركتوز 1 و6 بيز فوسفات هيحصل له سبليتنج او هينفصل لمركبين. اول واحد فيهم اسمه الجي 3 بي او الجليسرالدهايد 3 فوسفات، والمركب الثاني بنقول عليه ذهب او الداي هيدروكسي اسيتون فوسفات.
والإنزيم اللي مستخدم هنا بنحفظه بيكون اسمه الألدوليز. الجي 3 بي بيكون أهم من الذهب في عملية الجلايكوليسيس، عشان كده في الخطوة رقم 5 عندنا الذهب بيتحول للجي 3 بي، والعملية دي اسمها ايزومرايزيشن، نفس اللي حصل بالظبط في تحول الجلوكوز 6 فوسفات للفركتوز 6 فوسفات. فهتتوقع ان الانزيم اسمه ايزوميريز. ففي عملية الايزومرايزيشن اللي حصلت للجلوكوز كان الانزيم اسمه فوسفو هيكسو ايزوميريز، وهيكسو عشان كان 6 ذرات من الكربون، انما دلوقتي عندنا ذهب 3 ذرات بس، فبالتالي الانزيم ده بيكون اسمه التريوز ايزوميريز، او ممكن تقول عليه التريوز فوسفات ايزوميريز. يبقى احنا كده عرفنا كمان الانزيم بتاع خطوة رقم 5 واللي هو زي ما اتفقنا التريوز فوسفات ايزوميريز. يبقى كده خطوة الانفستمنت فيز خلصت عندنا بتكون 2 مولكيول من الجليسرالدهايد 3 فوسفات، واحد من انفصال الفركتوز اصلا للجي 3 بي، والتاني من تحول الذهب للجي 3 بي. يبقى في المرحلة الأولى اللي حصل اللي احنا استخدمنا 2 من ال ATP وحولنا بيهم الجلوكوز ل2 من الجي 3 بي. دلوقتي جاء دور اللي احنا نتكلم عن البي اوف فيز، وهنعرف ايه اللي حصل للجي 3 بي وازاي هنحولهم للبيروفيت اللي احنا اتفقنا من الاول الهدف عملية الجلايكوليسيس هي توصيل الجلوكوز ل2 بيروفيت. دلوقتي مرحلة البي اوف فيز كنا خلصنا مرحلة الانفستمنت فيز ب2 من الجليسرالدهايد 3 فوسفات، فاحنا دلوقتي عايزين نحول الجليسرالدهايد 3 فوسفات للبيروفيت في ال5 خطوات المتبقيين في عملية الجلايكوليسيس. فمبدئيا كده تعالى نتعرف على الاستراكشر بتاع الجليسرالدهايد 3 فوسفات. ده اورجانيك كيمستري بحت، ولكن تعالى نفتكر مع بعض. جليسرالدهايد معنى كده اللي احنا عندنا مجموعة الدهايد واللي هي سي دبل بوند او وكمان اتش، ودي مجموعة الالدهايد. جليسرالدهايد جاء من الجليسرين واللي احنا عارفين اللي هو متكون من 3 ذرات من الكربون، واللي كل ذرة منهم عليها مجموعة هيدروكسيل. لحد دلوقتي ده الجليسرالدهايد. اما الجليسرالدهايد 3 فوسفات فاحنا هنشيل ذرة الهيدروجين ونحط بدلها ذرة الفوسفات بتاعتنا، فاللي قدامنا ده هو الجليسرالدهايد 3 فوسفات. وعشان نعرف اللي حصل بالظبط في الخطوة رقم 6 تعالى كمان نرسم المركب الناتج من الخطوة رقم 6. المركب ده بدل ما كان فيه مجموعة الدهايد هيكون فيه مجموعة كربوكسيلات واللي هي سي دبل بوند او او اتش، ولكن عندنا هنا في فوسفات فبدل الاتش كالعادة هنحط ذرة الفوسفات، والمركب لسه بيتكون من 3 ذرات من الكربون، وزي المركب اللي فات هيكون برضو فيه اتش ومجموعة ال OH، وهنا CH2 وكمان ال OH، واحنا نسينا نرسم ال H التانية في المركب اللي فات فتعالى نحطها دلوقتي. المهم زي ما احنا ملاحظين ان المركب فيه 2 ذرة من الفوسفات، فبرضو كالعادة هنشيل ال H التانية ونحط ذرة الفوسفات بتاعتنا. يبقى احنا دلوقتي حصلنا على مركب جديد فيه مجموعة كربوكسيلات وفي 2 من الفوسفات. فاللي حصل من تحويل المركب ده للمركب ده حاجتين مش حاجة واحدة. أول حاجة اللي احنا خسرنا ذرة هيدروجين، وتاني حاجة اللي احنا ضفنا كمان ذرة فوسفات. فتعال نسمي المركب ده. فلو انت ملاحظ ذرات الفوسفات على كربونز مختلفة، فزي ما تعودنا هيكون اسمهم بيز فوسفات، يبقى المركب هيكون اسمه 1 و3 بيز فوسفو جليسريت مش جليسرالدهايد، وجليسريت عشان فيه مجموعة الكربوكسيلات. في الخطوة دي قلنا اللي احنا فقدنا ذرة هيدروجين وكمان ضفنا فوسفات، فذرة الهيدروجين المفقودة هتروح لمركب من الناد وتدينا الناد اتش، وذرة الفوسفات هتيجي المرة دي من الانزيم بتاعنا المميز جدا في العملية دي. وزي ما اتفقنا ان العملية دي هتحصل فيها فقد الهيدروجين فحصل فيها دي هيدروجينيشن اللي احنا شلنا هيدروجين اتوم. يبقى الانزيم ده اسمه الجليسرالدهايد 3 فوسفات، وهو كان اسم المركب بتاعنا اللي احنا بدأنا بيه العملية دي هيدروجينيز. يبقى الانزيم بالكامل هيكون اسمه الجليسرالدهايد 3 فوسفات دي هيدروجينيز. وخلي بالك احنا بادئين البي اوف فيز ب2 من الجليسرالدهايد 3 فوسفات، فبالتالي هنحصل على 2 ناد اتش، ودول الاتنين ناد اتش اللي احنا اتفقنا هنحصل عليهم من عملية الجلايكوليسيس. وبقية الخطوات كلها اعرف ان اي حاجة هتطلع هتكون مضروبة في 2. يبقى تمام قوي كده. عرفنا الخطوة رقم 6 وهي الاولى في مرحلة البي اوف فيز، وهي تحول الجليسرالدهايد 3 فوسفات لل1 و3 بيز فوسفوجليسريت، واللي طلع لنا منها تحول الناد بلس للناد اتش. نكمل الوقت خطواتنا. الخطوة رقم 7. تعالى كده نشوف ايه اللي حصل. عندنا ال1 و3 بيز فوسفوجليسريت اتحول لمركب فيه ذرة فوسفات واحدة، فببساطة مش هنسميه 1 و3 بيز فوسفوجليسريت وإنما مجرد 3 فوسفوجليسريت. وهيجي الوقت دور الانزيم بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، الانزيم اللي مسؤول عن نقل ذرة الفوسفات.
لاحظنا اللي احنا فقدنا ذرة فوسفات، فبالتالي انزيم الكاينيز هنشوفه كمان مرة في التفاعل بتاعنا، واللي هيحول لنا المرة دي ال ADP ل ATP، لأننا فقدنا ذرة فوسفات مش استخدمناها وضفناها للمركب الجديد. وزي ما احنا متعودين هنضرب في 2 لأننا احنا بادئين ب2 من كل حاجة، يبقى احنا دلوقتي حصلنا على كمان 2 ATP. واسم الانزيم سهل، جاي من اسم المركب المتكون، فهيكون اسمه فوسفوجليسريت كاينيز. نروح للخطوة رقم 8. اللي هنلاحظه ان الفوسفات ما عادتش على الذرة رقم 3 ولكن بقت على الذرة رقم 2. فببساطة المركب بتاعنا مش هيكون اسمه 3 فوسفوجليسريت، وانما هنسميه 2 فوسفوجليسريت. والانزيم اللي مسؤول عن نقل ذرة الفوسفات من ذرة الكربون رقم 3 لرقم 2 بنسميه الميوتيز. ميوتيز جاي من الميوتيشن او من الطفرة، لان احنا غيرنا في تركيب المركب، فهيكون اسمه برضو جاي من اسم المركب وهيبقى فوسفوجليسريت ميوتيز. نيجي للخطوة رقم 9 واللي هنلاحظ ان المركب فضل زي ما هو. فزي ما احنا متعودين اكيد في حاجة حصلت في المركب، فالمركب المتكون عندنا هنسميه الفوسفو اينول بايروفيت. لو انت مش عارف يعني ايه اينول فمش مطلوب منك تعرفها، ولكن عشان تعرف بس هو اتسمى كده ليه. مجموعة الاينول لما يكون عندك سي دبل بوند سي، واللي هي مجموعة الالكين، وفي كمان ذرة أكسجين، وهنلاقي مجموعة الإينول دي موجودة في الفوسفو إينول بايروفيت. فلو كملنا الاستراكشر بتاعه هنلاقي اللي فيه برضو مجموعة الكربوكسيلات واللي احنا متعودين عليها اللي هي سي دبل بوند OOH، وذرة الفوسفات كانت على الكربونة رقم 2 فهيكون في هنا فوسفات. فاللي قدامك ده هو الفوسفو إينول بايروفيت، والإنزيم اللي مستخدم في العملية رقم 9 جاي من اسمه. احنا حولنا الفوسفوجليسريت خاصة الاتنين فوسفوجليسريت إلى فوسفو إينول بايروفيت، فاسم الانزيم هيكون اينوليز. يبقى نكتب عندنا هنا اللي اسم الانزيم هو الاينوليز. يبقى احنا كده قربنا جدا للحصول على البايروفيت وهو الخطوة الأخيرة. واللي هنلاحظه مباشرة ان البايروفيت ما فيهوش اي ذرات فوسفات، معنى كده ان ذرة الفوسفات بتاعتنا انتقلت او حصل لها حاجة، فهيجي دور الانزيم البطل بتاعنا واللي هو الكاينيز. اظن انت خلاص عرفت اي مرة هتلاقي ذرة الفوسفات بيحصل لها حاجة اعرف اللي فيه انزيم اسمه كاينيز له علاقة بالموضوع. والانزيم بتاعنا برضو هيكون من اسم البايروفيت، هيبقى اسمه بايروفيت كاينيز. فتعالى كمان نرسم الاستراكشر بتاع البايروفيت عشان تكون عارفه. هيكون مشابه جدا للفوسفو اينول بايروفيت الى ان مش هيكون فيه ذرة فوسفات. فهنبدأ بالكربوكسيليك جروب واللي هي سي دبل بوند OH، ونرسم كمان 3 ذرات كربون. رقم 2 هيكون عليها سي دبل بوند O، ورقم 3 هتكون CH3. فده هنا هو البايروفيت بتاعنا، واللي احنا بننتهي بالحصول على 2 منه. واوعى تنسى اللي احنا فقدنا ذرة الفوسفات دي، فاللي يحصل هنا اللي ذرة الفوسفات المفقودة هتروح للADP وتعمل لنا الATP، وزي ما اتفقنا احنا هنضرب كل حاجة في 2 فهنحصل على 2 ATP. يبقى لحد دلوقتي احنا طلعنا 2 ATP في الخطوة رقم 7 وكمان 2 ATP في الخطوة رقم 10. والمعلومياتك واللي ممكن يجي عليها اسئلة لو انت هنا بسبب البايوكيمستري، أي مرة بنحصل فيها على ATP من تفاعل جوه عملية بنسمي العملية ديت Substrate Level Phosphorylation. يبقى لحد كده احنا خلصنا عملية الجلايكوليسيس. قلنا اللي احنا بنستخدم 2 ATP في عملية الانفستمنت فيز، وحصلنا على 4 ATP وكمان 2 NADH في عملية الباي اوف فيز. والمركب الأساسي اللي احنا عملنا العملية كلها عشانه كان البايروفيت، وحصلنا على 2 من البايروفيت. يبقى تقدر تقول باختصار في عملية الجلايكوليسيس احنا حولنا الجلوكوز للبايروفيت وحصلنا على 2 NADH وتوتال 2 ATP. احنا استخدمنا 2 وحصلنا على 4، يبقى التوتال كان 2 ATP. يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا عملية الجلايكوليسيس. واخيرا خليك عارف ان الخطوة رقم 10 هي كمان irreversible، اي ان التفاعل ما بيمشيش للعكس، وده كان زي الخطوة رقم 3 في الانفستمنت فيز. طب ايه فايدة بقى الكلام ده؟ الخطوات الirreversible في اي عملية بتكون هي الخطوات المسؤولة عن تحديد العملية دي، وبنسميها الريت limiting step، ولكن مش هنطول فيها، بس انا حبيت اذكرها لك عشان لو قابلتها قدامك. يبقى دلوقتي الحمد لله احنا خلصنا الجلايكوليسيس واتكلمنا عن الانفستمنت فيز وكمان الباي اوف فيز. فتعالى دلوقتي نرجع للعرض بتاعنا ونراجع الكلام ده على السريع مرة تانية عشان يثبت في دماغك. تلخيصا بقى لعملية الجلايكوليسيس، قلنا اللي هي مرحلتين، الانرجي انفستمنت فيز واللي استخدمنا فيها 2 ATP، الانرجي باي اوف فيز اللي حصلنا منها على 4 ATP و2 NADH وكمان الاتنين بايروفيت. فهيبقى النت ريزلت بتاعتنا او التوتال اللي حصل ان الجلوكوز اتحول ل2 بايروفيت
وبقى عندنا 2 ATP لان احنا استخدمنا 2 ولكن حصلنا على 4 و2 NADH. واللي قدامك دلوقتي الخطوات بتاعتنا بالستراكشرز بتاعتها لو انت عايز تركز على كل واحدة بالتفصيل، ولكن احنا دلوقتي مجرد هنقرأهم بسرعة مع بعض عشان نرجع معلوماتنا. الجلوكوز اتحول لجلوكوز 6 فوسفات عن طريق الهكسوكاينيز، وقلنا ان دي اول مرحلة بنستخدم فيها ال ATP. الجلوكوز 6 فوسفات اتحول للايزومر بتاعه الفركتوز 6 فوسفات عن طريق الفوسفوجلوكو ايزوميريز. بعد كده الفركتوز 6 فوسفات اتضاف له كمان ذرة فوسفات عن طريق الفوسفوفركتوكاينيز وتحول للفركتوز 1 و6 بيز فوسفات. وعرفنا ليه اسمه بيز فوسفات مش باي فوسفات، عشان ذرات الفوسفات على ذرات كربون مختلفة. وعرفنا اللي في الخطوة رقم 3 هي المرة التانية اللي بنستخدم فيها ال ATP. يبقى لحد دلوقتي الخطوة 1 و3 هما اللي استخدم فيهم ال ATP. أما حصلنا على الفركتوز 1 و6 بيز فوسفات حصل له سبليتنج بإنزيم الألدوليز للجليسرالدايد 3 فوسفات والذهب اللي هو الداي هيدروكسي أسيتون فوسفات، اللي بعد كده هيتحول للجليسرالدايد 3 فوسفات بإنزيم الأيزوميريز واللي بالتحديد قلنا عليه التريوز فوسفات أيزوميريز. دي كانت مرحلة الانفستمنت فيز. أما مرحلة البي أوف فيز قلنا اللي احنا حصلنا على 2 من الجليسرالدايد 3 فوسفات واللي تحولوا ل1 و3 بيس فوسفوجليسريت عن طريق انزيم مهم قلنا اللي هو اسمه جليسرالدهيد 3 فوسفات دي هيدروجينيز، انما ده اسم تاني له، واللي كان بيعمل دي هيدروجينيشن من اسمه بيشيل ذرة هيدروجين وبيحطها على الاتنين ناد بلس وبيعمل لنا الاتنين ناد اتش. وفي نفس الوقت الانزيم ده بيضيف الفوسفات على المركب اللي هو الجليسرالدايد 3 فوسفات، فعشان كده بيبقى 1 و3 بيز فوسفوجليسريت. بعد كده واحدة من الفوسفات بتفقد وبتروح لل ADP وبتكون لنا ال ATP. وعرفنا ان الانزيم اسمه الفوسفوجليسريت كاينيز، وعرفنا كاينيز ليه. وبقية الخطوات زي ما احنا وضحنا لحد ما وصلنا للبيروفيت. في مرحلة البي اوف فيز حصلنا على ال ATP في المرحلتين رقم 7 و10. عشان كده الخطوة رقم 7 و10 في الجلايكوليسيس ممكن نسميها السبستريت ليفل فوسفوريليشن. اعتقد كده احنا عدنا كتير قوي في عملية الجلايكوليسيس، وان شاء الله انت ما عدتش محتاج حاجة بعد كده فيها. وزي ما وضحنا في اول الفيديو خالص ان الجلوكوز بيدخل جوه السيل ممبرين عن طريق الجلوكوز ترانسبورترز، ودي انواع الجلوكوز ترانسبورترز المختلفه لو انت عايز تعرف عنها واماكنها. ولكن اهم حاجه تعرفها ان الجلوكوز ترانسبورتر هو اللي موجود في السكيليتال ماسل والاديبوز تيشوز اللي هو في العضلات والدهون، وبيكون انسولين ديبندنت اي بيعتمد على هرمون الانسولين عشان يقوم بوظيفته وهي نقل الجلوكوز من بره الخليه لجوه الخليه. دي بس كانت حاجه بسيطه عنها لان وعدتك في اول الفيديو هنتكلم عنها وهتفيدك جدا في الفسيولوجي. وبس لحد كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عندك اي اسئله سيبها في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كالعادة لو انت مستني لحد اللحظة دي في الفيديو فانت مستني اللي انا اقولك صلي على النبي، فصلي على النبي. سلام.